هلو everyone. معاكم غادة البنداري. في الحلقة دي إن شاء الله هنتكلم عن أنواع الضمائر في اللغة الإنجليزية. زي ما في ضمائر متكلم وغائب ومخاطب في اللغة العربية، في زيهم في اللغة الإنجليزية. في الحلقة دي إن شاء الله هنعرف إيه هي الضمائر وإيه الفرق بينهم وإزاي نستخدمهم. وطبعا الحلقة دي مهمة جدا لأنها من أساسيات اللغة الإنجليزية اللي لازم نبقى عارفينها كويس جدا. أول حاجة إحنا عندنا 5 أنواع من الضمائر في اللغة الإنجليزية مهمين جدا، ولازم نعرف نفرق بينهم وبين استخداماتهم كويس جدا، لأن كل نوع بيدل على حاجة معينة. عندي أول حاجة ضمائر الفعل subject pronouns. تاني حاجة ضمائر المفعول object pronouns. تالت حاجة ضمائر الملكية possessive pronouns. رابع نوع صفات الملكية possessive adjectives. خامس نوع ضمائر الانعكاس أو الضمائر التأكيدية reflexive pronouns. ودلوقتي احنا هنشوف نوع منهم وهنعرف ازاي وامتى بنستخدمهم. وطبعا ما احنا عارفين ان الضمير بيحل محل الاسم، يعني انا بشيل الاسم اللي عندي وبحط مكانه الضمير اللي يناسبه. أول حاجة هنتكلم عنها هي ضمائر الفعل subject pronouns، وهي بتيجي مكان الاسم اللي جاي فاعل في الجملة. يعني مش أي اسم ينفع أشيله وأحط مكانه ضمير فاعل، لا طبعا، لازم يكون الاسم ده موقعه في الجملة الفاعل. وضمائر الفعل في الإنجليزي 3 أنواع: متكلم وغائب ومخاطب. أول حاجة ضمائر المتكلم، وهي زيها زي العربي، يعني عندي في العربي أنا ونحن ضمائر متكلم. برضو في الإنجليزي عندي I أنا we نحن. وبعد كده عندي ضمائر الغائب اللي هي he هو she هي it هو أو هي الغير العاقل زي الجماد أو الحيوان. they بتيجي بمعنى هم أو هن. وبعد كده عندي ضمائر المخاطب، وهما في العربي أنت وأنتي وأنتما وأنتن وأنتم، ولكن كل دول في الإنجليزي معناهم you. يعني you بتيجي بمعنى كل دول، بتيجي بمعنى أنت أو أنتي أو أنتما أو أنتم أو أنتن. وزي ما احنا شايفين كل ضمائر الفاعل بتعبر عن المذكر أو المؤنث، يعني مذكر ومؤنث مع بعض، ما عدا هي بتيجي بس للمذكر وشي بتيجي بس للمؤنث. زي مثلا لما أقول آية is my friend، ممكن أشيل آية وأحط بدلها she. ليه؟ لأن آية مؤنث، فلما هشيلها هحط مكانها هي فهتبقى she، فهتبقى الجملة إيه؟ she is my friend، هي صديقتي. المثال التاني عندي the boys are happy. هنا ممكن أشيل the boys وأحط مكانها إيه؟ بالظبط كده هنحط بدلها they. ليه they؟ لأن the boys جمع، هينفع بدلها هم. لو شلت the boys هقدر أحط مكانها هم اللي هي بالإنجليش they، فهتبقى they are happy، هم سعداء. بعد كده عندي Sandy and Tom are married. They have 2 children. ساندي وتوم زوجان عندهم طفلان. هنا مش هينفع أشيل وأحط. ليه؟ لأن هي دي جملة متصلة ببعضها، جملة بتكمل التانية، لكن مش جملة أنا هشيلها وأحط مكانها زي اللي فوق. لأ، هنا عندي بدل ما هكرر الاسمين تاني ساندي وتوم، لأ هشيل ساندي وتوم وأحط مكانهم they. هتبقى ساندي and Tom are married. They have 2 children. بدل ما أقول ساندي and Tom are married وارجع أقول تاني ساندي and Tom have 2 children. لأ، ما بكررش الأسامي، فبحط مكانها الضمير هم اللي هما they اللي هو عايد على ساندي and Tom. عندي بعد كده ضمائر المفعول object pronouns، وهي بتيجي مكان الاسم المفعول به في الجملة، وده غالبا في الإنجليزي بيكون بعد الفعل أو بعد حرف جر، وهي me him her it you us them. زي مثلا لما أقول كلمني شربني، النون يه اللي في الآخر دي في كلمني أو شربني أو علمني هي دي me. طب لما أقول أعطيته، هتكلم عن مفرد مذكر، بقول أعطيته أنا اديت له. طيب الهي اللي في الآخر دي هي him، ده المفعول به اللي عندي، بقوله في الإنجليزي him. give him، أعطيته give him. طيب لو مؤنث هتبقى her.
اللي هي زي أعطيتها، أعطيتها. الها اللي في الآخر دي هي her. طب لو لغير العاقل هتبقى it. طب المخاطب لو عايزة أقول أعطيتك، الكاف بقى اللي في الآخر هتبقى you. give you. I gave you. أنا أعطيتك. I gave you. طب لو جمع زي أعطيتنا، هتبقى النا اللي في الآخر دي هتبقى us. ولو غائب أعطيتهم، الهم اللي في الآخر دي هتبقى them. زي مثلا لما أقول I welcomed him، أنا رحبت به، يبقى هنا جاية مفعول به اللي هي به. زي ما احنا ملاحظين جت بعد الفعل اللي هو welcomed مكان المفعول به. وعندي I في الأول، اللي في الأول خالص دي ضمير فاعل، يبقى أنا اللي هي I، أنا رحبت به. أنا رحبت مين؟ بمين؟ به هو. فبقت اله اللي في الآخر دي هي المفعول به اللي هي him. طب تاني مثال I visited them، أنا زرتهم. هنا them هي هم اللي في زرتهم. هنا علشان هي مفعول به بقول them، ما ينفعش أقول they. ليه؟ لأن they بتيجي مكان الفاعل. لو هقول they يبقى لازم they تبقى في أول الجملة مكان الفاعل. لكن هنا مين اللي زار؟ هم. مين اللي زار؟ معلش أنا زرت مين؟ هم. يبقى هنا مفعول به، يبقى أحط them. عندي برضو they welcomed you، هم رحبوا بك. هنا you نخلي بالنا جاية ضمير مفعول مش فاعل. ليه؟ لأنها أولا جاية بعد الفعل، وثانيا جاية مكان مفعول به. مين اللي رحب بمين؟ هما اللي رحبوا بيك. يبقى they جاية في أول الجملة ضمير فاعل، ويو جاية بعد الفعل ضمير مفعول. يبقى نحطها قاعدة كده، الأغلب اللي بيجي بعد الفعل ضمير مفعول. عندي بعد كده ضمائر الملكية، وهي عبارة عن ضمائر بستخدمها عشان أبين مين هو المالك لشيء معين أو حاجة معينة أو الشيء المذكور عندي في الجملة. زي لما أقول الشنطة دي ملكي، أو العربية دي بتاعته أو ملكه. بقولهم إزاي؟ طيب إيه هي الأول ضمائر الملكية؟ mine ملكي، his ملكه، hers ملكها، yours ملكك أو ملككم، ours ملكنا، theirs ملكهم. طيب زي لما أقول، أو في ملحوظة الأول مهمة جدا، إن ضمير الملكية ما ينفعش يجي وراه اسم. يبقى ضمير الملكية عندي ودي مهمة جدا ما ينفعش يجي وراها اسم نهائي. زي لما أقول it's mine، هذا ملكي. it طبعا زي ما عرفنا يعني هو أو هي الغير العاقل. يعني مثلا لو قدامي قلم جاف وعايزة أقول ده ملكي، أقولها إزاي؟ كلمة ده هي it، وملكي mine، يبقى it's mine. زي برضو لو القلم ده ملكها هي، هقولها ازاي؟ it's hers، ملكها هي هتبقى hers. وزي ما احنا ملاحظين هنا mine و hers ما جاش وراهم اسم، ما بيجيش وراهم اسم، ودي مهمة جدا. عندي بعد كده صفات الملكية، ودي لازم تيجي قبل الاسم. يعني هي بقى دي اللي بيجي وراها الاسم عشان تبين مالك اسم ده مين. وهنعرف ازاي، بس الأول نعرف مين هي الكلمات دي أو ايه هي الصفات. my ملكي لو الحاجة بتاعتي، his ملكه، her ملكها، its لغير العاقل، your ملكك، our ملكنا، their ملكهم. زي لما أقول أو زي ما احنا اتفقنا لازم يجي بعدها اسم.
اسم الشيء اللي عايزين نوضح بيه ملكيته. يعني مثلا عندي أو قدامي قلم جاف برضه وعايزة أقول ده قلمي، بقولها ازاي؟ It's my pen. هنا my جه وراها الاسم اللي هو pen، اللي هي الحاجة اللي عايزة أقول دي بتاعتي، عشان أبين إن القلم ده ملكي أنا، مش زي ضمير الملكية قلت it's mine على طول وما ذكرتش الاسم خالص اللي هو البن خالص. لأ، هنا لازم أدام قلت my يبقى لازم أحط وراها الاسم الحاجة اللي أنا بملكها اللي هي pen. طب لو عايزة أقول قلمها هقول إيه؟ it's her pen. برضو her جه وراها اسم، لازم يجي وراها الاسم اللي هو البن، الحاجة اللي أنا أو اللي هي بتملكها. يبقى لازم نخلي بالنا إن صفات الملكية لازم يجي وراها اسم، لكن ضماير الملكية مش بيجي وراها حاجة خالص، وهو ده الفرق بينهم، واحدة بيجي وراها الاسم والتانية لأ. النوع الأخير معانا النهاردة هو الضمائر المنعكسة أو التأكيدية، ودول ليهم استخدامين. أول واحد لما يكون الفاعل هو نفسه المفعول به، زي لما أقول بالعربي جرحت نفسي. هنا مين اللي جرح؟ أنا، وجرحت مين؟ جرحت نفسي برضو، فالفاعل والمفعول واحد. أو لما أقول هي حرقت نفسها، برضو هنا اللي حرقت مين؟ هي اللي حرقت وهي اللي اتحرقت، يبقى الفاعل والمفعول واحد. يعني مثلا مش هي حرقت الكتاب أو هي حرقت الورق، لأ، هي حرقت نفسها. يبقى هنا الفاعل ايه؟ الحاجتين شخص واحد، الفاعل والمفعول واحد. طب تاني استخدام لما أكون عايزة أقول إن بعمل الشيء ده لوحدي أو بنفسي من غير مساعدة من حد، زي مثلا لما أكون عملت كيكة لأول مرة وعايزة أقول إني عملتها لوحدي، هقولها إزاي بالعربي؟ بقول أنا صنعت الكيكة بنفسي. هنا بستخدم الضمائر المنعكسة واللي هي I myself اللي هي نفسي، he هتبقى himself نفسه، she هتبقى herself نفسها، it هتبقى itself لغير العاقل، you ليها اتنين، واحدة للمفرد وواحدة للجمع. أول حاجة المفرد اللي هي نفسك هتبقى yourself. طيب نفسكم بقى للجمع yourselves. طيب we اللي هي أنفسنا هتبقى ourselves، وازاي أنفسهم هتبقى themselves. طيب زي لما نيجي مثلا I blamed myself، أنا لومت نفسي. هنا مين اللي لام؟ أنا، ولومت مين؟ لومت نفسي برضو. أو لما أجي أقول he blamed himself، هنا مين اللي لام؟ هو، ولام مين؟ نفسه. أو مين اللي وبخ؟ هو، ووبخ مين؟ وبخ نفسه. فهنا الفاعل والمفعول واحد. وجه ميعادنا مع التطبيق، ياريت نحل في ورقة علشان لما تظهر الإجابة نقارن الإجابات ونشوف الإجابة الصح من الغلط. ودي الإجابات بتاعتنا، فياريت اللي جاوب إجابة تانية يكتبها لي في تعليق عشان نتابع مع بعض.
وبكده يبقى انتهى درسنا النهاردة، فياريت متنسوش تتابعوا معايا الدروس الجديدة والمسابقات اللي هتتم على القناة وعلى الصفحات بتاعتي.